السلام عليكم، كيف دايرين؟ اش اخباركم؟ اليوم غادي نشارك معكم تحليه ديال جوز الهند اللي كتجي لذيذه والطريقه ديالها سهله، وتجفيف ديال البرقوق وطاجين ديال اللحم ديال الغنم بالبرقوق واللي كيجي حتى هو لذيذ والمنظر ديالو مزيون. وغادي نبدا معكم بالتحليه ديال الكوك، فاجيو معايا. لتحليه جوز الهند غادي ناخذ نصف لتر حليب وكاس ديال لا كريم فريش، وإلا بغيتوا الكميه تجيكم غير قليله تقدروا تنقصوا كاس ديال العنبه من نصف لتر ديال الحليب فقط، وتكملوا بنفس المقادير اللي انا غادي نكمل بهم. هذا بالنسبه اللي بغى الكميه تكون غير قليله. فانا هنا خدمت نصف لتر ديال الحليب. وغادي ناخذ 3 ديال المعالق كبارين ديال السكر سنيده، و3 المعالق كبارين ديال جوز الهند الكوك، المعلقه الاولى، وغادي نضيف المعلقه الثانيه كيف ما كتشوفوا قدامكم، والمعلقه الثالثه، 3 كما قلت لكم 3 المعالق. هنايا غادي عندي هنايا 3 المعالق كبارين عامرين مزيان ديال النشا ديال الذره مايزينا، فغادي نضيفهم وغادي نخلط الخليط ديالي مزيان، يعني على البارد. الخليط هو بارد كيتخلط مزيان كيف ما كنقولها دائما، يعني كنخلطوا كل شيء الخليط يكون مازال بارد باش ما يلصقش في القاعده، حيت راه كنقولها لكم دائما الا حتى وضعنا فوق النار عاد خلطنا فراه ممكن يلصق الخليط في القاعده. فمن الاحسن يتخلط مزيان على البارد، يعني الخليط كامل يتخلط مزيان حتى كنشوفوه تخلط كامل وتلابس الخليط كامل، عاد نقدروا ديك الساعه نوضعوه على النار. وهنايا راه عندي 8 ديال القطع ديال الشوكولا بيضاء، حتى نطفي النار عاد نوضعهم على الخليط ونحركهم مزيان فراه كيذوب. من بعد ما وضعت الخليط فوق النار فكنحرك باش ما يلصقش في القاعده وحتى كيتماسك، يعني كيتختر كيبان لي راه خاتر مزيان. وديك الساعه عاد كنطفي النار وكنضيف ليه 8 المربعات اللي قلت لكم ديال الشوكولات ابيض، وحتى هما كنخلطهم لان راه مازال سخون، غير كنطفي النار صافي كنوضع الشوكولا بيضاء صافي، وكنبدا كنخلطهم مزيان حتى كيذوبوا مع الخليط ديالي. كنشوفهم صافي يذابوا مزيان، وعاد كنبدا ديك الساعه يعني نخويهم في ليفيغين. فليفيغين ديال التحليه اللي كنعملوا فيهم التحليه فراه كيتباعوا في المركب التجاري اللي كاين في الهديم بالنسبه للناس اللي كاينين في مدينه مكناس. اما الناس اللي كاينين في مدن اخرى فراه تقدروا تلقاوهم في المحلات اللي كيبيعوا المستلزمات ديال سواء ديال الحلوى الحلويات. فتحليه رافايلو اللي عملتها معكم غادي ندير لها تزيين بجوز الهند مفروم الكوك، والحلوه ديال رافايلو هي هذه راه قدامكم، فانا راه قطعتها على جوج، قسمتها على جوج، وغادي راه ديجا راه عملت الكوك يعني جوز الهند راني عملته فوق التحليه، وغادي نعمل يعني الحلوه ديال رافايلو من الفوق كتعطي منظر زوين، وحتى المذاق كيجي مواتي مع التحليه ديال رافايلو. فالمذاق راه زوين والطريقه راه جد بسيطه سهله، فراه حتى نتوما يعني تقدروا تعملوها بكل سهوله. فالتزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزينوه بداكشي اللي بغيتو، غير هو انا بالنسبه ليا كنفضل دائما يكون المذاق ديال داكشي اللي غادي نزينو به فيكون متواتي مع التحليه اللي حنا مصايبناها، يعني بالمكونات اللي مصايبين بهم التحليه. فتقدروا تصايبوها لراسكم ولا تقدموها حتى للضيوف ديالكم. فتحليه رافيلو فهي زوينه صراحه، لا شكلا ولا حتى في المذاق، فحتى المذاق ديالها كيجي حاجه رائعه. وهذا الشكل النهائي ديال تحليه رافايلو، وبالصحه والراحه. وغادي نشارك معكم طريقتي في تجفيف البرقوق، وغادي نديرو طاجين ديال اللحم الغنم بالبرقوق كذلك. غادي نوجد معكم الطاجين والطريقه ديال تجفيف البرقوق فغادي نخليها لكم في اخر الفيديو. المهم هنا عندي اللحم ديال الغنم وعندي البصل مفروم، وفي هذا اللوبول هذه كاين البصل مفروم وكاين حتى ثومه مبشوره، وغادي نديرهم مع اللحم ديال الغنم. وعندي في هذا لوبول هذه فعندي فيها القزبر حبوب مطحون، وعندي الزنجبيل، وعندي الابزار، وعندي الملح، وعندي الخرقوم، وانا وضعت وفيها حتى زيت العود
وهنايا راه زعفران شعره دايره انا في الماء سخون في هذا الكاس هذا. فغادي نضيفوا لهاد التوابل اللي عندي وغادي نحركهم مع بعضياتهم، نحركهم مزيان باش يتلبسوا كاملين مع بعضياتهم، يتلبسوا مزيان. وغادي نضيف منهم غير واحد شويه قليل من التوابل غادي نضيفها للطاجين ديالي وغنوضعوا على النار حتى يتقلى. ومنين يتقلى ديك الساعه عاد غادي نضيف التوابل اللي مازال عندي في دوك لو بول الطاجين وغادي نسد عليه ونخليه يطيب. المهم انا غادي نوضعه قدامكم، هادشي اللي انا كنقولوا، فانا كنشاركو معكم من طبيعه الحال. فكيف ما كتشوفوا فانا وضعت غير القليل من التوابل اللي عندي مع الزعفران الشعره اللي كان في الماء سخون. فغادي ضفتو للطاجين وغادي نوضعوه فوق النار باش حتى يتقلى ليا مزيان اللحم او يتشوح. يعني حنا كنقولوا في بلادنا كنقولوا يتقلى اللحم، يتقلى مع التوابل والبصل. نتوما يمكن في دول اخرين، دول عربيه الشقيقه، كيقولوا يتشوح. الا انا بقيت مفكره مزيان صافي غادي نغطي الطاجين ديالي ونشعل عليه كما قلت لكم النار. هذا البرقوق مجفف وانا اللي عملت ليه تجفيف، وغادي نخليكم كما قلت لكم طريقه تجفيف البرقوق في اخر الفيديو. احنا كنقولوا له في بلادنا البرقوق. ما عرفتش الاشقاء ديالنا في الدول العربيه شنو الاسم اللي كيقولوا ليه. فالله يخليكم اكتبوا لنا الاسم في التعليقات، شنو الاسم اللي كتقولوا نتوما للبرقوق. المهم انا دابا غادي نعملو، غادي نعسلو وغادي من بعد غادي نضيفو للطاجين ديالي. ضفت البرقوق في الكاسرول، غادي نزيد ليه واحد المعلقه صغيره ديال القرفه تقريبا، وغادي نضيف لهم 3 المعالق ديال سكر سنيده، وغادي ندير فيه تقريبا واحد الكاس ديال الماء. وبالنسبه للقرفه، المذاق القرفه انا شخصيا القرفه صحيه وكتعجبني المذاق ديالها. وبالنسبه اللي بغى يغيرها بشي حاجه القرفه فراه يقدر يدير الماء ديال الزهر، ويقدر يضيف واحد الطريف ديال الزبده باش كتعطي اللمعان في البرقوق. فاللي بغى هذاك اللمعه تكون واضحه مزيان. فانا حيت مصايبه على اليد وباقي جديد، فانا ديجا راه عام يعني دهنا بواحد شويش ديال الزيت، فراه غادي تشوفوها في الطريقه من بعد. انا ضفت الماء للبرقوق وغادي نوضعه فوق النار دابا، وغادي نغطي الكاسرول ديالي. هذا الزلجلان سمسم مغسول ومنقي ووضعته في المقله فوق النار، تحمر غير واحد شويه. ومن بعد ما طاب الطاجين وتعسل البرقوق طفيت عليهم النار. ودابا كناخذ البرقوق وكنفندو في الزلجلان وكنوضعو في الطاجين ديالي فوق اللحم في الطاجين اللي انا طيبته بطبيعه الحال. حتى كنفند يعني وحده بوحده حتى كنفندو كامل في السمسم في الزلجلان حتى كيتفند، وكنوضعو يعني في الطاجين البرقوق. فالتفنيد ديال البرقوق في السمسم او الزلجلان فهو اختياري، اللي بغى يفند البرقوق في الزلجلان فممكن، واللي ما بغاش يفند في البرقوق في الزلجلان فممكن يوضع البرقوق معسل يعني مباشره فوق اللحم يعني في الطاجين. هذه غير مرحله اختياريه ديال المرحله ديال التفنيد ديال البرقوق في السمسم، فهي مرحله يعني اختياريه. فاحنا في الدار كيعجبنا، العائله كامله كيعجبها ان البرقوق يكون مفند في سمسم محمر، فحتى ديك النسمه او الطيبه ديال السمسم او الزلجلان محمر فكتكون عنده واحد الطيبه مزيانه وكتواتى حتى هي مع البرقوق فكيجي زوين. ولكن كما قلت لكم فراه هي اختياريه، فاحنا مادام في العائله كيعجبهم فانا عملت هذه المرحله هذه. يعني صافي غنمشي معاه كامل وحده بوحده حتى كنفند كامل داك البرقوق ونوضعوه في الطاجين ديالي. وبهكا غادي نكون وصلت يعني غنشارك معكم الشكل النهائي ديال الطاجين. شاركت معكم طريقتي البسيطه في الطاجين ديال اللحم بالبرقوق باش اي وحده فيكم تقدر تعملوا يعني ويجيها ساهل ما تلقاش شي صعوبه. فغير يعني حاولوا باش تصايبوه، فراه ساهل يعني تبعوا الخطوات اللي انا عملتها معكم وبالصحه والراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين اللي انا حضرته معكم هذا النهار هذا. كيف ما قلت لكم انا مازال عندي وعدي غادي نخلي لكم في النهايه ديال لا فيديو طريقه تجفيف البرقوق. هذه 3 كيلو ديال البرقوق فخاصو يكون طيب عادي، ما يكونش طيب اكثر من القياس. فمن بعد ما غسلناه ودرناه يسقطر في واحد الشبكه من الماء، يعني كيف ما كتشوفوا هكاك راه غادي نتبعوا نمسحوا وحده بوحده كامل حتى نساليه، ما خصوش يكون فيه الماء باش ما يطرطقش من بعد. واخا كتشوفوا يعني واحد شويه اللون ابيض فراه مغسول يعني مزيان فماشي مشكل. وهذا الاثناء انا كنمسح البرقوق والفران راه يعني مشعله فيه النار، فراه الفران خاصو يكون سخون وسخون مزيان. ف يعني
باش منين نسالي انايا البرقوق في اللاطه في هذيك الساعه، فغادي نعمل النار اولا نشعل النار فغير الفوق، واللاطه غادي نعملها لتحت، والنار خاصها تكون مهيله بزاف بزاف، يعني تكون غير ديك الدمعه، والبرقوق ضروري خصو يكون في التحت. والمده يعني الوقت اللي كيبقى في الفرن فهو سيبقى يعني تقريبا ما بين 60 دقيقه حتى 70 دقيقه. والمهم راه بسيط، يعني الطريقه راه سهله بسيطه، فخاصكم غير يعني كيف ما انا غادي نعملها طريقتي انا هذه كيفاش كنجفف البرقوق. فالطريقه ديالي البسيطه ديما كنحاول نبسط معكم يعني الاشياء سواء الطبخ او لا يعني كاع داكشي اللي كنعمل معكم. دهنت البرقوق كامل بواحد المعلقه مع مرش ديال الزيت، ما خاصش الزيت يكون بزاف باش ما يطرطقش البرقوق قبل ما ندخلوه للفرن. وغادي نطفي الفرن من بعد 60 دقيقه، وغادي نخليه تما كاينه حتى يبرد مزيان، عاد نخرجوه من الفرن، يعني ما نخرجوش قبل ما يبرد. من بعد ما برد البرقوق في الفرن فانا خرجته، وغادي نبدل ورق الطبخ، وغادي نعاود نحط فوق منه هذا البرقوق هذا. فغادي نقلبوا الجهه اللي من التحت غنرجعها الفوق، الجهه اللي كانت الفوق فغادي ترجع لتحت. ولا الفرن غادي يكون سخن من طبيعه الحال بنفس الطريقه. ومن بعد ما غادي يسخن فغادي نقص من النار، وغادي نوضع البرقوق غير من التحت، وكما قلنا النار غادي تكون قليله، وغادي نسد الفرن لمده 60 دقيقه، وحتى عاوتاني نفس الطريقه حتى يبرد. في عاوتاني نطفي عليه منين دوز 60 دقيقه، نطفي عليه ونخليه حتى يبرد. فمن برد ديك الساعه غادي نخرجو، وغادي ندير الماء في البرمه، وندير الكسكاس، وندير واحد طريف د الحامضه في الماء في البرمه باش داك البرمه ما تكحلش. وغادي نخليه حتى يغلى الماء. منين يغلى غادي نحط البرقوق ديالي في الكسكاس يعني يتبخر واحد 4 ساعات، ما بين 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. وغادي نحطوه في واحد الزويف حتى يبرد. وديك الساعه منين يبرد غادي ندهنوه بواحد شويش ديال الزيت باش يبقى عطي داك لابغيونس. هو راه ملي كنطيبوه في فرنسا فراه كيكون طايب، ف يعني غير هذيك تفوار في الكسكاس فغير باش يبقى محافظ على ديك الرطوبيه ديالو وشويه زيت اللمعان وصافي. فالمهم كما قلت لكم غنحطوه في واحد الزويف من الكسكاس حتى صافي ينشف من الماء. وديك الساعه غادي نديرو في طبيصل في واحد الصحن وندهنو غير بواحد شويه ديال الزيت وصافي وها هو واجد. وبالنسبه للتخزين في المجمد فغادي نديرو في الاكياس ديال المجمد وصافي، يعني داك العبار اللي انا باغيه صافي، وغادي نستو في المجمد ديالي. وبهكذا يعني ديك اللقطه ديال التفورد في الكسكاس راه صراحه بغيت ننزلها لكم، ولكن راه ما لقيتهاش. هادشي علاش المهم انا كنقول لكم هو ان فورا كيطيب في الفرن. ملي كطيبو يعني طيبته في الفرن فراه صافي كيكون طيب واجد. فهذاك التفور في الكسكاس راه غير باش يعني كنزيدوا واحد شويه ديال الرطوبه وصافي، وكنزيدوا واحد شويه زيت للمعان وصافي، وكيكون يعني هذه الطريقه كيفاش كيوجدوا الطريقه سهله وخاصه غير شويه د الوقت وصافي. والاحتفاظ في المجمد حتى هو سهل. فرا انا بالنسبه لي كنديرها غير في الاكياس البلاستيكيه. وبالنسبه اللي عنده ديك البلاطو ديال البلاطويات ديال المجمد حتى هما راه كيكونوا مزيانين، فيقدر يعملهم في البلاطو ديال المجمد ويعمل له سلوفان من الفوق، يغطي البلاطو بالسلوفان وديك الساعه يوضعوا في المجمد ديالو وكيبقى مزيان. يعني في الوقيته اللي غادي يحتاج ولا غادي يبغيه فيجبد واحد البلاستيكيه، واحد الكيس ديال البلاستيك يستخدمه.